هو مقام الكتمية؟ وما علاقته بسيدنا الشيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه؟ ولماذا يحتل هذا المقام مكانة خاصة في التراث التجاني؟ سيدنا الشيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه هو مؤسس الطريقة التجانية، وقد ارتبط اسمه بتاريخ روحي وعلمي عظيم. امتد أثره من بلاد المغرب إلى مناطق واسعة من العالم الإسلامي. أما مقام الكتمية فهو من المقامات الروحية التي تذكرها كتب التراث التجاني، ويرتبط بمعاني الكتمان والخصوصية الروحية والتربية والاستعداد لحمل الأمانة. فالكتمان هنا يحمل معنى خاصاً في السلوك والتربية، وليس مجرد إخفاء أمر عادي. وفي التصور التجاني يرتبط مقام الكتمية بخصوصية سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه، وبمرحلة من مراحل تربيته وسلوكه قبل ظهور أمره وانتشار طريقته بين الناس. ومع مرور الزمن انتشرت الطريقة التجانية من بلاد المغرب إلى غرب إفريقيا، وأصبحت لها مكانة بارزة في السنغال وموريتانيا ومالي ونيجيريا وغيرها من البلدان. وتناقلت الأجيال هذا التراث من خلال العلماء والمشايخ والمربين، ويستحضر أتباع الطريقة التجانية مقام الكتمية باعتباره مرتبطاً بمعاني المحبة والذكر والتزكية والإخلاص والتأدب مع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو تذكير بسيرة الشيخ وبالمعاني الروحية التي حملتها طريقته. وصاحب هذا المقام في المعتقد التجاني هو سيدنا الشيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه. نسأل الله أن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح والمحبة الصادقة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.